سر صورة نجلاء فتحي في مكتب أحمد زكي، وهل كان هناك زواج سري؟ وما علاقة سعاد حسني؟ بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك. صورة واحدة داخل مكتب أحمد زكي كانت تخفي سرا لم يعرفه أحد لسنوات. سر ظل صامت، لكنه كان يراقب كل من يدخل ذلك المكان. المفاجأة، الصورة كانت للفنانة نجلاء فتحي، لكنها لم تكن مجرد صورة عادية، كأنها كانت رسالة غير مفهومة أو ذكرى لا يريد نسيانها أبدا. بحسب تصريحات مدير أعماله، كان هناك مشروع زواج حقيقي بين أحمد زكي ونجلاء فتحي، لكنه انهار في اللحظة الأخيرة. والغريب أن سبب الانهيار لم يكشف حتى اليوم. ورغم عدم اكتمال القصة، ظلت نجلاء فتحي حاضرة في حياته، لدرجة أن صورتها لم تغب يوما عن مكتبه، كأنها كانت الشيء الوحيد الذي لم يستطع التخلي عنه مهما حدث. لكن المفاجأة الأكبر كانت في علاقة أحمد زكي بسعاد حسني، التي كانت تراه المنافس الوحيد الذي تخشاه أمام الكاميرا. علاقة غامضة فيها احترام، وربما ما هو أعمق مما ظهر للناس. قصة مليئة بالأسرار، حب لم يكتمل، ونجوم صنعوا تاريخا لا يتكرر. لكن خلف هذا المجد كانت هناك حكايات لم تحكى أبدا. بعيدا عن الأضواء، كان أحمد زكي يعيش حياة صعبة ماديا رغم نجاحاته الكبيرة، لأنه كان يضع الفن قبل كل شيء. حياة مليئة بالتضحيات، وكأن النجاح له ثمنا قاسي. هل تعتقد أن قصة الحب هذه بين أحمد زكي ونجلاء فتحي كانت ستغير من نهايته؟ لأنكم كما تعلمون، كان دائما ما يتردد على الفنادق ويعيش فيها، أم أن بعض القصص كتب لها أن تبقى مجرد أسرار إلى الأبد؟